اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. خدنا بقى الاجازه خلاص وقلنا بقى نتسلى كده واحنا قاعدين. نعمل بقى شويه معجنات كده. المعجنات دي حلوه جدا في البيت يا جماعه، بجد بتملى البيت خير يعني. بس تعالوا بقى اما اقول لكم على الطريقه. عملنا بيتزا وعملنا باتيه زي ما انتم ما شفتوا معايا. حاجات حلوة جدا وعملناها بعجينة واحدة، يعني ما عملناش بقى كل حاجة عجينة، لا عملتهم لعجينة واحدة هما الاتنين، والاتنين طلعوا تحفة بصراحة. اول حاجة نسمي الله، ومعانا كوباية لبن. لبن دافي مش سخن ولا ساقع، ونحط عليه كيس خميرة فورية ومعلقتين كبار سكر. تمام. الاول لازم نعمل تيست الخميرة علشان خاطر ايه، لو مش شغالة معانا هتبوظ لنا الدنيا. يعني اهم حاجة في العجين طبعا عارفين الخميرة اهم حاجة، فاحنا لو الخميره مطلعتش شغاله معانا هتبوظ لنا الدنيا وتبوظ العجين ومش هيبقى ليه اي لازمه خالص، كاننا ما عملناش حاجه. بس هقلب بقى الخميره بالعجين باللبن مع بعض بالسكر، وبعد كده هحطي بيضايه معايا. البيض برضو في المعجنات بيبقى حلو جدا، بيدي نتيجه حلوه قوي. ومعايا ربع كوبايه زيت. تمام كده، قلنا كوبايه لبن، الكوبايه اللي انتي تعايري بيها براحتك كوبايه لبن. اهم حاجه الكوبايه اللي تعايري بيها المقادير كلها بتاعه العجين. معانا كوبايه لبن دافيه وكيس خميره فوريه، احنا هنحتاج كيس خميره تاني، يعني يعتبر معلقتين كبار خميره فوريه لان انا مزوده اكتر من نص كيلو. تمام، عشان برضو تديني العجينه تبقى حلوه معايا. حطيت كيسين خميره فوريه وقصادهم معلقتين كبار سكر. بس يبقى حطينا كمان البضايه وربع كوبايه زيت. اهم حاجه يا جماعه يكون الزيت نضيف. بس ومعايا بقى هنا 6 كوبايات دقيق، يعني بتاع كيلو الا ربع مثلا. انا بعاير بكوبايه، لما بعمل اي حاجه بعاير بكوبايه. النص كيلو بيبقى 4 كوبايات. تمام. بس وهقلب بقى. انا كان معايا 6 كوبايات دقيق. لو انتي هتقللي الكميه برضو حطي كوبايه لبن. هتعملي مثلا 4 كوبايات دقيق، حطي برضو كوبايه لبن، وحطي كيس خميره فوريه، وحطي معلقتين سكر، وحطي البضايه برضو. انا بس هنا زودت الخميره لان ما كانش موجود عندي، فعلى ما بعت جبت وكده فقلت مش هستنى يعني. بس زي ما قلنا حط كل 6 كوبايات دقيق. اهم حاجة الدقيق في العجين لازم ننخله كويس. ما ينفعش نعمل دقيق يا جماعة في اي عجين من غير ما ننخله، كيك عجين اي حاجة لازم ننخل الدقيق، حتى لو دقيق نضيف. بس اهم حاجة بقى اللي يكون الدقيق معانا طبعا منخول زي ما قلنا. وهنا معايا كوباية مية، حطيت بقى نص كوباية المية، وهخلي النص التاني شوية كده. يعني انا دايما لما بحب اعمل العجين حتى لو انا حاسة ان دي كتير على كمية المية، لا برضو مش بحطها كلها مرة واحدة، بحط بس بتاع نص كوباية كده وبخلي نصها جنبي اعجن شوية. لان انا برضو حاطة سوائل تاني، انا حاطة كوباية لبن وحاطة البضاية وحاطة الزيت، فكده كده في سوائل تاني. بصوا هي احتاجتها وهتحتاج مية تاني، بس انا مش بحط كل مرة واحدة زي ما قلتلكم. علشان خاطر ممكن بيختلف من نوع دقيق لدقيق، ممكن دقيق يشرب السوائل على طول وما يحتاجش معاكي مية. اصلا الحركات دي يعني اتعملت فيها كتير قوي بصراحة، وساعات كنت بيبقى اخر حبة دقيق عندي وبحتاج بتقف معايا على شوية صغيرين فببعت اجيب تاني، فاهمين؟ فلا احنا نظبط ايدينا كده في الاول عشان ايه نبقى عارفين برضو الكمية. بصوا انا جبتلكوا خطوات العجينة كلها، مرضيتش اقطع من الفيديو عشان حبايبنا برضو اللي مش بيعرفوا يظبطوا العجين او العجين مش بيظبط معاهم يشوفوا كل خطوات العجين معانا. بس هنا بقى هفضل انا اعجن في العجين كويس. لسه العجينة يابسة معايا ولسه محتاجة مية تاني هحط لها، بس برضو احاول الم الدقيق الاول والم شوف العجينة هتاخد معايا مية قد ايه. اهم حاجة ان انتي بس ايه ايدك في العجين كده. العجين عشان يظبط معاكي لازم مش اقل من 10 دقايق ربع ساعة وانتي بتعجني فيه، علشان العجينة تعمل عرق معاكي وتظبط معاكي وتطلع حلوة وتديكي نتيجة حلوة. بس هنا بقى انا هفضل اعجن في العجينة كويس. اولا لو لسه اول مرة بتشوفيني متنسيش تعملي لايك للفيديو وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب اكون خفيفة على قلوبكم ووصفاتي تعجبكم. بس هنا بقى انا عامه مش بحب اعجن في الطبق كتير او في البوله اللي بعجن فيها، لا انا بحب اعجن على الرخامه قوي، بحس ان انا العجينه باخد راحتي فيها اكتر يعني. بس هنا بقى معايا كوبايه ميه تاني دافيه. انا طبعا مش هحطها كلها، هحط حبه بحبه وهفضل اعجن. بصوا ما تقلقوش يعني، هتحطوا شويه ميه هتحسوا ان العجين كده معاكو سال منكو شويه او الميه خرجت، لا ما تقلقوش خالص. اعجنوا العجينه كويس وهتلاقوها لمت معاكو تاني.
العجين عامة يا جماعة يعني ايه، ما تقلقيش منه وتحسي ان هو خلاص ساب منك ومحتاج دقيق والكلام دون، الا لما تعجني فيه شوية ويوصل لاخر مرحلة من مراحله، فاهمين؟ يعني مش من اول ما تحطي حبة مية تلاقيه فك كده تقولي لا ده انا حطيت مية كتير تحطي حبة دقيق، لا غلط، اعجني فيه شوية والعجينة هتلم معاكي. العجينة كل ما بتعجنيها بتطرى معاكي وبتديكي نتيجة حلوة قوي. تمام، انا هفضل اعجن في العجينة كده وافرد فيها قوي واحط لها شوية مية تاني، انا بعجن فيها وبحس ان هي لسه محتاجة شوية مية بروح حاطه لها حبة بحبة. هي ما خدتش معايا كوباية المية كلها، خدت معايا بتاع كوباية الا ربع تاني، فاهمين؟ يعني هي العجين كله خد معايا كوبايتين الا ربع مية. بصوا انا بحط حبة بحبة. وممكن برضو طريقة تاني كويسة، ممكن تحطي حبة مية في طبق وتحطيه جنبك وتبلي ايدك في المية وتعجني، برضو دي بتطري العجينة جدا وبتخلي العجينة طرية معاكي، وبتاخد برضو كمية السوائل اللي هي محتاجاها بقى، ولا تدلقي مية كتير ولا المية تدلق غصب عنك، فاهمين؟ اهم حاجة ان انتي تعجني في العجينة كويس ما تزهقيش. ايدك وجعتك معلش غطيها شوية، اعجنيها وسيبيها 5 دقايق كده ولا 10 دقايق، بس اهم حاجة غطيها باي حاجة، حتى لو بالبولة اللي انتي كنتي عجنة فيها اقلبي كده البولة عليها وسيبيها 10 دقايق ولا 5 دقايق، ريحي ايدك. ولو هتعملي حاجة تاني او كده وسيبي برضو العجينة ترتاح. العجينة كل ما تعجني شوية فيها وتسيبيها ترتاح شوية، علشان كده كل ما بتعجني بتنشطي الجلوتين اللي جوه الدقيق فبيعمل عرق للعجينة. تمام، افضل بقى مزهقش، يعني افضل اعجن في العجينة كده كويس. انا طبعا عجينة الباتيه لازم يتحط لها زبدة، فاحنا مش هنحط الزبدة دلوقتي، احنا عملنا عجينة واحدة تنفع للاتنين. يعني عامة العجينة دي المكونات دي بتمشي معاكي لأي عجين غير الدوناتس. يعني الدوناتس بنعمله بنعجن كده، وبنيجي بعد ما بنعجن العجينة في الاخر بنروح حاطين بقى ايه، قطعة الزبدة اللي احنا المفروض نحطها على العجينة دي، بتورق العجينة معانا وبتخليها حلوة جدا. تمام، بس طبعا الباتيه ما مش هينفع، الباتيه لازم تحطيه جوه. هوريكم، تابعوني لغاية الاخر وشوفوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم. بس هنا بقى زي ما وريتكم انا كل شويه بحط حبه بحبه واعجن فيها، احط حبه واعجن والبني تاني العجينه، بحس ان هي لسه ناشفه شويه معايا، انا مش عايزاها يابسه، لا انا عايزاها تكون ناعمه جدا وطريه، واللي هو ما بتلزقش في الايد. واهم حاجه لما تيجي تعملي تيست العجينه خلاص في الاخر تغسلي ايدك مطرح العجين وتنضفي ايديك وتنشفيها كويس، وبعد كده بقى تشوفي ملمس العجين. لو لقيتيها بتلزق حاجة بسيطة جدا في ايدك اللي هي مش بتطلع في ايدك، لا بصوا انا كنت هنا بوريكم ان هي لسه كانت يابسة شوية، كانت محتاجة شوية مية كمان. هفضل بقى احط حبة مية واعجنها معايا لغاية لما الاقيها بقى ايه. احنا اتفقنا نغسل ايدينا من العجين وننضف ايدينا خالص، وبعد كده بقى نمسك العجينة في ايدينا نشوفها، لو لقيناها بتلزق كده في ايدينا حاجة بسيطة اللي هو مش بتطلع في ايدك، لا هي بتلزق كده وملمسها ناعم جدا، خلاص كده العجينة تمام معاكي وبقت حلوة. واهم حاجة عجن 10 دقايق ربع ساعة ما تزهقيش. بس انا عامة بحب اعجن العجينة على ايديا قوي، بحب اعمل عجينة، بحس ان العجين يعني في البيت بيملى البيت خير وكده، فاهمين؟ بس ربنا يدومها علينا كلنا نعمة يا رب، ويحسن ما بين ايدينا وايديكوا يا رب، اللهم امين. بس هفضل بقى انا اعجن في العجين كويس ما تزهقيش، معلش هو العجين بس بيتعب شوية في الايد، بس في الاخر بيدينا نتيجة حلوة بصراحة. اهم حاجة افردي كده في العجينة كويس ولميها تاني. بصوا ما شاء الله العجينة كل ما بتعجني فيها بتديكي نتيجة حلوة اوي، وانتي بتفرحي بالنتيجة كمان في تسوية وفي في الحاجة اللي انتي عاملاها ذات نفسها، فاهمة؟ بس كده بقى انا هلم معايا العجينة، كانت خلاص اللهم بارك ما كانتش محتاجة مية تاني، اتبقى معايا ربع كوباية. يعني هي كده خدت كوبايتين الا ربع مية وكوباية لبن وربع كوباية زيت والبضاية، تمام، على ال6 كوبايات دقيق. بس هنا بقى هجيب البولة واحطها بقى، احط فيها الزيت الاول وبعد كده احط عليها وشها زيت عشان خاطر ما تلزقش في الفوطة، واغطيها بقى. عندك استرتش راب ماشي مفيش مشكلة، عندك الفوطة مفيش مشكلة. هنا كانت ما شاء الله اللهم بارك، كانت خدت معايا يعني بتاع نص ساعة كده، لو في الحر في الايام الحر دي يعني تاخد معاكي بتاع نص ساعة، وممكن اقل انما لو في الشتاء تاخد معاكي من ساعة ولا اكتر. اهم حاجة تحطيها في مكان دافي وتغطيها. بس هنا بقى كنت خرجت منها الهوا ولميتها كده وهقطعها بقى معايا.
احنا اتفقنا ان احنا هنعمل منها البيتزا وهنعمل الميني بيتزا وهنعمل منها الباتيه اللي بالجبنه. فهنقسم معايا طبعا العجينه نصين، اهم حاجه بس نرش رشه دقيق علشان العجينه تبقى سهله معايا واعرف ان انا افردها واتعامل معاها بكل سهوله. بس هنا بقى اقطع العجينه، ممكن تقطعها ل3 قطع متساويه ماشي مفيش مشكله. انا كده كده يعني مش فارقه معايا اوي ان انا اقطعهم قطع متساويه، وارش رشه دقيق وهكورهم كده لمهم في قلب بعضيهم وهحطهم بقى ونبتدي نشتغل فيهم. ما تنسوش الاستغفار يا جماعه، ما تنسوش تستغفروا وتصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طول ما انتي واقفه كده في المطبخ استغفري ربنا وصلي على سيدنا محمد، سبحي، قولي الاذكار. الحاجات دي حلوه جدا يا جماعه بجد، يعني بتخليكي طول ما وانتي ماشيه مثلا في حته وانتي خارجه وانتي رايحه، طول ما انتي بتقولي الاستغفار وتصلي على سيدنا محمد، دي يعني كفايه كم الحسنات اللي انتوا هتاخدوه. ربنا يرزقنا ويرزقكم الجنه، اللهم امين يا رب. بس هنا بقى كنت خدت اول كرة معايا رش دي بس كده عشان اعرف اتعامل مع العجينه، وهفردها بقى كويس. اهم حاجه ان انت متفرديش العجينه ما تكونش رفيعه، تمام؟ هي بس حرفها بيلزق معايا كده عشان العجينه احنا اتفقنا ان هي طريه جدا وجميله. العجينه كانت حلوه جدا جدا، انا بحب ملمس العجينه اوي بصراحه، يعني بحس ان يعني بيريحني نفسيا لما بمسك عجين وافضل اعجن فيه وكده. بس هنا بقى انا كنت عملت اول واحده بدأت بيها بالميني بيتزا، بس معلش التليفون كان فصل مني، بس ما تصورش بقى المقطع ده. بس معايا هنا بقى قطعت دي بتاعة البيض يا جماعة، عارفينها؟ او عندك بولة او عندك كوباية يكون بقها واسع كده شوية، اللي انتي اللي عندك يعني على حسب الحجم اللي انتي عاوزاه. انا دي كانت عندي فحلوة جدا بصراحة، عملت بيها، واهم حاجة يكون سمكها مش رفيع. قطعت كده العجين، دي كانت اول واحدة انا كنت عملتها. بصوا ما شاء الله العجينة مش رفيعة، اهم حاجة يكون لها سمك كده كويس. وهفردها بقى معايا هنا صينية تكون مدهونة زيت، ما تحطوش دقيق عشان العجينة هتلزق فيها مش هتنفع. اهم حاجة بس ترشيها، امسحيها بس بمسحة زيت كده بسيطة بس، وهي هتظبط معاكي ان شاء الله تبقى حلوة. بصوا انا هنا بس اهم حاجة انتي حطيها حطيها في الصينية كده تكوني ظابطة الشكل بتاعها. انا بحب اظبط الاشكال قوي، يعني بحب اظبط كل حاجه، ما بحبش احط كل حاجه كده وخلاص، لا اهم حاجه ان انت تظبطي الحاجه عشان تطلع حلوه معاكي وتطلع شكلها حلو. بس هنا بقى انا كنت عملت الميني بيتزا، دي كانت اول واحده. هنا بقى دي تاني واحده، ده الباتيه، هوريكم انا كنت عملته ازاي. هفرده طبعا، الباتيه مش هينفع من غير زبده، احنا كل ده مش حاطين زبده، احنا بس في الاول كنا حاطين زيت معايا ومكنا حاطينوش زبده خالص. هنا بقى الخطوه اللي هنحط فيها الزبده، تمام؟ هنجيب بقى معايا زبدة بدرجة حرارة المطبخ، اهم حاجة ان انت تكوني مطلعاها وتكون برا التلاجة عشان تسيح، مش تسيح، عشان تطرى منك وتفك، عشان تعرفي تفرديها على العجينة كويس، لان العجين طبعا لو حطيتيله زبدة ناشفة العجينة هتتقطع معاكي ومش هتتفرد، تمام؟ بس هفرد بقى هنا العجين معايا كويس، اهم حاجة ان انا افردها كويس واخلي سمكها كله قد بعضه، عشان لما اجي افرد عليها الزبدة تبقى واجي اعمل الباتيه يبقى كله طالع سوا بعضه. هنا بقى معايا الزبدة اهي كنت بوريها لكم، دي كانت زبدة بلدي معايا. عندك زبدة صفرة تمام، بحبها جدا في المعجنات وبتبقى حلوة قوي الزبدة الصفرة، تمام؟ افردي بقى الزبدة معاكي. بصوا الزبدة طرية جدا زي ما قلت لكم عشان انا كنت مطلعاها من بدري وسبتها برا التلاجة لغاية لما طريت خالص. هفرد بقى كمية الزبدة الحلوة كده على العجينة من فوق، علشان كمية الزبدة دي هي اللي هتورق لي العجينة، تمام؟ وهتخلي الباتيه كده من جوه يبقى مورق وعامل طبقات. بصوا هو الباتيه عامه ليه كذا طريقه في العمايل، في التوريقه بتاعته، تمام؟ مش في العجينه، في التوريقه بتاعته. هبقى اعمل لكم برضو، بس بقى نعمل الباتيه الكبير ده، الميني باتيه انا كنت عاملاه صغير، يعني انا بحب اعمل الحاجات دي لولادي وكده. وبعدين الحاجات دي بتبقى حلوه جدا بصراحه في اعياد ميلاد، في اي حاجه. يعني انا في عيد ميلاد ابني كنت عامله برضو الميني باتيه، وكنت عامله الميني بيتزا، وكنت عاملة الميني دوناتس، وكنت عاملة الجلاش الحلو. الحاجات دي كلها يعني في اعياد الميلاد وفي المناسبات وفي الحاجات دي بتبقى حلوة جدا، تمام؟ هنا بقى انا حطيت الجبنة في الحرف، طبعا وقفلنا حطينا الزبدة على وش العجينة كلها، تمام؟ ظبطناها، وطبعا زبدة طرية.
مش هتضايقني خالص وانا بفردها لان هي طرية جدا. هفردها على العجينة وبعد كده احط في الحرف بقى جبنة واقفل بقى ايه العجينة كلها. واهم حاجة ان انا اقفل العجينة كويس من تحت علشان خاطر ايه ما تفتحش مني. تمام. والحرف الاخير ده حاولي ما تجيبيش عليه زبدة عشان يقفل من العجينة معاكي، لان لو حطيتي عليه زبدة مش هيقفل العجينة قوي. تمام. بس هنا بقى انا كنت ظبطت الرول معايا. بصوا هنا بقسم 3 صوابع وبقطع الواحدة. عايزة تعمليها اقل من كده براحتك، انا بس بعمل كده علشان خاطر اطلع الكمية كلها ايه قد بعضها. اخر واحدة ده طلعت اكبر فروحت قسمتها نصين. بس اهم حاجة بقى ان انا اقفل العجينة كويس. لا دي كنت هحطها مع البيتزا. بس بصوا ما شاء الله شكله جميل قوي وكان مورق معايا وكان حلو قوي بصراحة. والعجينة اصلا كانت تحفة بصراحة، يعني العجينة كانت حلوة قوي معايا. بس هنا بقى بصوا ما شاء الله شكله جميل. ده ميني باتيه. ولو عايزه تعملي هبقى اعمل لكم برضو في مره تانية ننزل لكم فيديو نعمله مع بعض، يعمل لكم الباتيه الكبير بقى. الحاجه دي بتبقى حلوه جدا في الفطار بصراحه يعني. بدل بقى الحاجات بتاعت بره وكده، لا الحاجات دي حلوه في الفطار. واصلا الحاجات دي في الفران يعني بقت غاليه جدا، غاليه. ويعني يا ريتها ممكن تجيبيها تبقى بايته، ممكن ما تبقاش حلوه. لا وعلى ايه احنا بقى نعمل الحاجات دي في البيت وحاجات خفيفه، حتى لو مش شرط يبقى عندك كل الحاجات، ممكن يبقى عندك كميات بسيطة. يعني انا ساعات برضو بعمل الميني باتيه دون بحشيجي لو مفيش جبنة دي جبنة براميلي حادقة. لو ما عنديش جبنة من دين ساعات برضو بعمله. بجيب عندي جبنة مثلا فيتا اللي هي دومتي بقى على حسب البريزيدون الجبنة دي، وبروح حاطة عليها نعناع وبتبقى حلوة جدا، او زعتر. نعناع والزعتر بيبقى حلو جدا على الجبنة. وبهرسهم وبحشي بيهم برضو الباتيه برضو بيبقى حلو قوي. هنا بقى معايا دي برضو شكل تاني هوريهولكوا. انا اوريكم كذا شكل في الفيديو والطريقة اللي تريحكم اعملوها. هنا برضو جيت فردت معايا العجينة. اهم حاجة انت تفرديها ايه بالطول كده شوية، فاهمين؟ مش عايزينها بقى مدورة هنا. وهنا برضو معايا كمية الزبدة هفردها. اهم حاجة ان انت تحطي لها زبدة. احنا طبعا الميني بيتزا ما حطيناهاش زبدة خالص، عملناها على طول. انما الباتيه طبعا عشان يطلع معايا التوريقه لازم نحط له الزبده. بس هقطعهم بقى زي ما انتم شايفينهم كده مثلثات طويله، وهحط الجبنه بقى في الحرف وهقفل بقى عليها. دي برضو شكل تاني. افرديها برضو على البتاع احسن لك عشان تقفل معاكي كويس وتديكي نتيجه وتطلع لك الشكل مظبوط في الاخر. بس بصوا بقى ما شاء الله كان شكلها جميل. عملتها ظبطتها برضو قفلتها كويس. الزبدة بقى طبعا اللي احنا حطينا دي هتخلي العجينة من جوه مرقة معايا، وكمان العجينة كانت خفيفة. فعارفة هو الباتيه ذات نفسه كان خفيف وجميل بصراحة. بس الحرف بقى ما كانش عليه زبدة فانا حطيته كده. بس انا هنا غلطت في حاجة، يعني ياريت ما تغلطوهاش. ما تجيش على الحرف او كده وتحطي عليه زبدة لان مش هيقفل معاكي، هيجي يفتح معاكي لما العجينة لما الباتيه يخمر معاكي هيفتح معاكي من تحت لان العجينه ما لزقتش ببعضها. لان طبعا العجينه طول ما في اي فاصل ما بينهم مش بتلزق في بعضيها، فاهمين؟ فانتوا اخر حرف ده ما تحطوش عليه زبده عشان تعرفوا تقفلوا العجينه مع بعضها. بس هنا بقى كنت عملتهم انا وكنت خلصت الكميه. هنا بقى ده معايا بقى شكل الكرواسون. تمام. بجيب برضو مربعه طويله كده زي اللي انا كنت عاملاها وبفتح الحرفين بتوعها من تحت كده بحرف السكينه وبحط فيهم حشو الجبنة وبقفلهم كده. برضو شكلها حلوة جدا عاملة زي الكرواسون زي المولتو. اشكال حلوة برضو. ولادنا بيحبوا الحاجات دي الافتكاسات دي اللي احنا بنعملها لهم كأننا جايبينها لهم من بره يعني، فاهمين؟ بس هقفلها بقى كده كويس. هطلع الحرفين بتوعها اللي احنا فتحناهم بالسكينة واقفلها بقى كويس والويها لوية كده اتنيها قصدي. بس هي تبقى شكلها جميلة جدا. بصوا شكلها حلو قوي. بس عملت بقى دول. وهنا برضو كان دي معلش المقطع برضو الفون كان فصل مني. هنا برضو دي انا عملتها دورية، كانت اخر بقى قطعة عجينة عملتها دورية ورحت مقطعها بالسكينة كده زي ايه زي البيتزا. واروح جاية حاطة في الحرف جبنة. انا طبعا كله حاطة عليه زبدة. حطيت برضو الزبدة عليها كلها وبعد كده قطعتها. هجيب بقى الحرف وحطيت بقى الجبنة واجيب بقى الحرف معايا هتنيها من كده من زي المثلثة كده
واهم حاجة الحرف اللي قدام دون لازم تشديه شوية تلزقيه كده في حرف الرخامة عشان ده يلزق معاكي ويديكي الشكل في الاخر. تمام. بصوا بقى انا كان شكلها جميلة جدا. دي برضو كانت عاملة زي الباتيه زي المولتو. ولادي حبوها جدا. كان شكلها جميلة يعني. وممكن بصي هنا حشيتها جبنة رومي، ممكن تحشيها شوكولاتة لو عندك، تحطي قطعة شوكولاتة في النص وتقفلي عليها، هتبقى زي الباتيه بالظبط. هعملها لكم برضو في مرة ان شاء الله. دي هنا بقى كانت معايا جبنة رومي فمبشورة، فقلت برضو اما احطها كانت جميلة جدا ومديها طعم حلو قوي. بصوا اهم حاجة بتقفلوا وبتشدوا الحرف دون معاكم علشان خاطر هو ده اللي هيقفل في الاخر. بس بصوا كان ما شاء الله شكلها جميلة جدا. احشيها بقى بالحشوات اللي تعجبك، جبنة حادقة، جبنة دلعة، شوكولاتة، جبنة رومي. ممكن لو عندي، انا كانش عندي جبنة رومي اللي هي قطع، كان عندي المبشورة دي حطيتها برضو كانت جميلة وكان طعمها حلو جدا، ظبطت برضو معايا الطعم. الجبنة الرومي كانت بتبقى حلوة في المعجنات جدا يعني، بصراحة بحبها قوي. بس قفلت بقى معايا، انا عملت بس بكذا حشوة وبكذا طعم. بس هنا بقى اخر دي واحدة معايا. وبرضو حتة العجينة الاخيرة دي برضو انا عملتها برضو بنفس الطريقة. عملتها برضو كده كرواسون. بس اهم حاجة بقى تقفلي الحرف كويس وتسيبي بقى العجينة تخمر. هنا بقى كان ما شاء الله العجينة كانت البيتزا كانت خمرت معايا، والباتيه دون كان خمر، انما الكرواسون اللي في الاخر ده ما كانش لسه خمر معايا، فانا سبته شوية. بس اهم حاجة ان انتي لما تعملي الحاجات دي تبقي عارفة انتي بدأتي بايه وترجعي تبدأي بيه تاني من الاول، على ما طبعا الحاجة بتاخد وقت على ما تخمر، على ما انتي تخلصي الكمية التانية، فاهمين. بس هنا بقى كان معايا الصلصة. ممكن بقى صلصة البيتزا دي ممكن تحطي كاتشب بيبقى حلو جدا. ممكن تعملي صلصة اللي هي الصلصة المعلبة دي وتحطي عليها توم باودر وبصل باودر وشوية زعتر وشوية ملح وفلفل اسمر، وتظبطي كده الطعم بتاعها وتعملي بيها برضو بتبقى تحفة. يعني قدامك الاختيارين ده او ده. بس وهنا كانت العجينة خمرت معايا، حطيت بقى على وشها الصلصة او الكاتشب زي ما هتحبي. وهنا كان معايا جبنة رومي مبشورة. وهنا معايا طماطم انا مقطعه حته قطع صغيره. يعني بصوا الحاجات دي حلوه جدا يعني، الولاد بيفرحوا بيها قوي. يعني شوفي انتي لو ولادك مثلا بيحبوا البيتزا، مفيش اطفال متهيالي ما بيحبوش البيتزا، لو جبتها لهم من الفرن مثلا او من بره، الميني بيتزا دي صغيره في الفرن بتبقى غاليه جدا، ومش بيبقوا حاطين فيها جبن ومش بيبقوا حاطين فيها حاجه. واكيد طبعا العجينه مش بتبقى حلوه زي ما انتي محطه فيها كميه المكونات اللي انتي حطاها. احنا حاطين لبن وحاطين بيض. تمام. بره اكيد طبعا مش بيحط الحاجات دي. غير كده على البيتزا ذات نفسها بتلاقي عليها طماطميتين وحته فلفل وخلاص على كده، ودي كده انت جايبه بيتزا لا، فليه احنا في البيت بنحط لها كل حاجه. حطينا لها، هنحط لها اللهم صل على النبي، جبنه رومي مبشوره وجبنه موتزاريلا وطماطم وفلفل، وهنحط الزيتون. انا بصراحه كان عندي الزيتون بس نسيته خالص، كان محطوط على جنب وانا كنت بعمل ملخومه، فعملت على طول ونسيت احط الزيتون، بس حطيته في الصاج اللي بعديها يعني. بس عندك اي حاجة حطيها، فلفل الوان تمام ماشي مفيش مشكلة. بس هنا بقى انا كنت حطيت طماطم وفلفل والمفروض احط زيتون. وهنا بقى في الوش حطيت حته جبنه موتزاريلا بس كده، مرضتش احط موتزاريلا كتير يعني، هي دي ميني بيتزا صغيره. وبعدين حاطين جبنه رومي مبشوره، فحطيت بس شويه جبنه موتزاريلا كده من على الوش وخلاص، مرضتش احط كتير يعني. بس وادخلها بقى الفرن. اهم حاجه تشغلي الفرن على درجه حراره 200. تمام. ويكون فرن يعني شغالي من تحت ومن فوق مع بعض، وتدخليهم بقى على الفرن. لو في ده فرن اللي هو الفرن الصغير الكهرباء، انما لو فرن البوتاجاز لا، شغلي من تحت الاول وسيبيه لما تبتدي من تحت ياخد يحمر يبقى تمام، شغلي بقى عليه الشوايه ياخد الوش على طول. بس خدي بالك عشان هو مش بياخد وقت في الفرن. والباتيه برضو زيه بالظبط زي البيتزا بالظبط. هنا بقى معايا عشان ندهن وش الباتيه، الباتيه كان خمر معايا ما شاء الله. بس خدوا بالكم لما تيجوا برضو زي ما قلتلكوا تقفلوا من تحت كويس، عشان العجينة لما بتخمر هتفتح معاكم. بس هنا بقى معايا بيضاية حطيت عليها رشة فانيليا. الفانيليا برضو لازم تحطيها على البيض عشان تضيع زفارة البيض.
لو عندك حبة لبن ورشي عليه رشة نسكافيه اعمليه برضو، حطيه برضو، ممكن شوية مية وشوية سكر بودر، وتحطي برضو على وش الباتيه اي حاجة يعني من الحاجات دي، مش شرط ان يبقى عندك بيض فلازم تحطي بيض. تمام. ممكن لو معندكيش نسكافيه وعندك لبن ماشي مفيش مشكلة، حطي شوية لبن على الوش هيديكي برضو لمعة كويسة ويخلي الوش يحمر. هنا انا كنت عملت الوش كله معايا بالبيض، ورحت جبت بقى السمسم وحبة البركة، كان عندي الاتنين بصراحة. رحت جايبة ما شاء الله يعني يونس ابني قلب لي الاتنين على بعض، كان كنت حاطه ده لوحده وده لوحده، وقلت هعمل حبه كده بحبه كده، بس هو راح دلق لي الاتنين على بعض، قال لي يلا ماما تعمل ميكس بقى. بس فحطيتهم بقى الاتنين على بعض عادي مفيش مشكله، والله كان شكلها حلوه جدا يعني. اول مره اعمل ميكس مع بعض كده الاتنين، كان شكلها حلو. بس هنا بقى انا عملت الكميه دي، ده الصاج الاولاني انا عملته وحطيته برضو في الفرن، كانوا حطيته ورا البيتزا. بصي اهم حاجه اظبطي التسويه، وخدي بالك من الحاجه لما بتعمليها، اعملي كذا حاجه مع بعضيها، وخدي بالك ركزي ان في حاجه في الفرن في حاجه ازاي تتعمل، فاهمين يعني. انا بقف في المطبخ ببقى عيني على كل حاجه، برضو لو مشغله البوتاجاز لو عامله اي حاجه. يعني انا لما ببدا في الاكل ممكن ابدا في الاكل كله مره واحده، ببقى مشغله العيون كلها وبعمل كمان حاجه ورا. وفي غير كل ده بقى لازم نخرج من المطبخ واحنا عشان ناكل، والمطبخ كله بصوا مفيهوش اي حاجه خالص، يعني بجد دي اهم حاجه. بصوا بتريح النفسيه جدا، يعني انتي لو بعد واقفه في المطبخ وبتعملي الاكل وايدك في المطبخ بتنضفي وبتعملي المواعين ومش مخليه اي حاجه وراكي والكلام ده، عارفين لما تاكلوا وتيجوا بعد الاكل هتلاقوا شويه مواعين حاجه بسيطه جدا، هتتشجعوا ان انتوا تقفوا تعملوهم في وقتها. ليه؟ هتقولي المطبخ نضيف ومفيهوش حاجه ومفيهوش مواعين كتير، طب انا هسيبهم ليه؟ وهتتشجعي. انما عارفه لو واقفه وقلبه الدنيا والمطبخ مقلوب معاكي والدنيا مقلوبه وعارفه هتاكلي وتتعبي ونفسك هتتصدع عن منظر المطبخ، هتروحي سايباه وتروحي خارجه. والله العظيم بس انا يعني الحاجات دي كلها انا مريت بيها، فباخد بالي من كل حاجه دلوقتي يعني الحمد لله. لازم الواحد يكون ظابط نفسه كده وهو واقف في المطبخ، تكون واخده بالك من كل حاجه. بس هنا بقى كان معايا الباتيه خلاص اللهم بارك، كان شكله جميل جدا، وبص واخد اللمعه حلوه قوي واستوى برضو على طول، وكان طري جدا ومورق من جوه، شكله جميل بصراحه يعني لما ولادك يشوفوا طبق زي ده بالله عليكي انتي مش هتفرحي وولادك مبسوطين ان انتي عملت لهم حاجه زي كده. بس انا هنا بقى كنت بوريكم هو مورق ازاي. واهم حاجه يا جماعه المعجنات، بس ما شاء الله كان جميل. اهم حاجه المعجنات دي اول ما تطلعيها من الفرن تروحي مغطياها على طول بالفوطه، ليه؟ علشان تطرى معاكي وتحتفظ بالسخونيه بتاعتها فتطرى، انما لو سبتيها كده متهويه هتنشف معاكي. ودي برضو كانت الميني بيتزا، كانت برضو ما شاء الله شكلها جميله جدا. انا مرضتش احمرها من تحت قوي عشان خاطر ما تتحرقش معايا، بس وكتريه وعجبت الولاد جدا. لو وصلتي معايا لغايه هنا متنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا لي كومنت حلو زيكم، وتعملوا اشتراك لي في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب وصفاتي تعجبكم ومستنيه رايكم في الكومنتات. وده برضو دوناتس كنت عاملاه حلو جدا، وكنت حاطه عليه صوص فراوله وصوص كراميل، برضو الولاد بيحبوا الحاجات دي جدا. هبقى انزل لكم الفيديو بتاعه في صندوق الوصف، وعامه الفيديو على القناه. ومتنسوش بقى بدعوة حلوة منكم كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.